حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الجماهير. يمكن أنا اتعودت معاكم على الأحداث الهامة، الأحداث اللي بتكون متلاحقة جدا جدا. ما بلحقش طبعا إن أنا أواكب الأحداث عن طريق النمط الجديد للبرامج والنمط الجديد لسلاسل الحلقات، طبعا مع أميزيك ميديا. فقلت اتفقنا إن احنا يعني هنمسك عصاية من النص، هيبقى شغلنا القديم زي ما قلنا بتاع اللي كان في قناة الجماهير، اللي هو النمط التقليدي البسيط السلس اللي ما بيحتاجش اي مجهود، او مجهود بس مش كبير يعني. وممكن جدا جدا زي ما قلت يعني انا ابقى لسه صاحي من النوم، فكره في دماغي معينه او الحلقه محدده بنزلها على طول او بسجلها بشكل مباشر. عكس يمكن زي ما قلت كتير جدا، وده اللي بيسمعني لاول مره، النمط الجديد اللي محتاج ستايل مختلف في التصوير، شغل مونتاج طبعا مختلف، اسلوب معين لبث الحلقات وتنزيلها، يعني بياخد وقت فعلا طويل ومرهق ومتعب جدا. فقلنا هنشتغل على النمطين عشان طبعا مواكبة الأحداث، في نفس الوقت إثبات سبق وتفرد كامل، وبعد كده إن شاء الله ممكن جدا نفس الحلقات تنزل في أمازيج ميديا بالشكل الجديد. فهنمسك عصا من النص زي ما اتفقنا، وده الدأب اللي اشتغلنا عليه الموسم ده بالتحديد من بداية الموسم، ومن قبلها كمان من أول ما بدأنا في أمازيج ميديا. عموما ده بقى تاني بكرر للي بيسمعني لأول مرة، وآسف للإطالة وآسف لإعادة الكلام مرة تانية للي بيسمعني أو اللي شافني قبل كده. طيب النهارده حلقة سريعة جدا من حلقات التيكاوي، الحلقات السريعة جدا لأهم الأحداث. زي ما قلت، وبالتحديد في الدوري المصري. النهارده أنا بتكلم بعد نهاية الأسبوع الأول يا جماعة، بعد نهاية الأسبوع الأول. أنا بتكلم النهارده الأربع 16 ديسمبر. بتكلم بعد نهاية الأسبوع الأول من الدوري المصري، وعشان طبعا ألحق زي ما قلت وزي ما عودتكم زي الموسم اللي فات اللي كان برضو تقريبا قبل بداية الموسم، أو كان بعد مباريات معدودة جدا في الأسبوع الأول، يبقى نفس الأمر. النهاردة حلقة سريعة جدا، هتكلم حظوظ الفرق في الدوري المصري والترتيب المتوقع حسب رؤيتي وحسب متابعتي والدراية وخبرة وكل الموسم السادس على التوالي. ترتيب الدوري هيكون ايه بشكل سريع جدا. وانتظروا حلقه مدويه باذن الله، ان شاء الله باذن الله هتكون زي ما عودتكم برضو الموسم 6 على التوالي برضو، بشكل حصري تماما وسبق كامل. هتكون تقييم عام للفرق ال 16 بشكل سريع ان شاء الله باذن الله. هيكون تقييم عام، وانتظروا برضو هتكون في حلقات قويه جدا لكل فريق على حده باذن الله، بتقييم كامل شامل بسبع نقاط كاملة زي ما عودتكم تاني وبكرر وبشكل حصري تماما لتقييم فرق الدوري المصري بشكل كامل بسبع نقط كاملة أو بسبع عناصر كاملة لكل فريق. طيب طبعا ان شاء الله برضو انتظروا باذن الله حلقات قويه جدا 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 للميركاتو الصيفي اللي انا اتاخرت فيه، انا اسف جدا وبعتذر. لكن برضو يعني يعتبر تاخير الحمد لله مش كتير، لان احنا ما عداش غير اسبوع واحد فقط، والميركاتو لسه مقفول من ما فيش اسبوع تقريبا او يعني اكتر شويه. فباذن الله ان شاء الله هتكون في اسرع وقت ممكن حلقات برضو سريعه جدا. انا طبعا خلصت حلقه النادي الاهلي، ما فيش حاجه تانية تختص يعني يعتبر الحلقه بتاعت الاهلي خلصانه من بدري، ونزلتها فعليا. ان شاء الله باذن الله انتظروها برضو باذن الله في اسرع وقت ممكن في اميزنج ميديا. لكن هي خلصانه بقى فتره، يمكن اكتر من حوالي يمكن 15 20 يوم كمان من موجوده في سلسله حلقات في قناه الجماهير، تحليل يعني متفرد تماما لميركاتو النادي الاهلي. باذن الله انتظروا في اسرع وقت ممكن حلقات رائعه جدا لبقيه الانديه، طبعا الزمالك وبيراميدز وبقيه الانديه باذن الله. فدول يعني هيكونوا اهم حاجه. كمان انتظروا مهم جدا وفي طور الاعداد دلوقتي حلقات في الاخطبوط السلسله اللي اتعملت عشان اثبات سلسله متفرده مدويه اعجازيه، اثبات سبق تفرد حصريه وكل حاجه بكل المقاييس للدوري المصري 19 20 الدوري المنتهي، وازاي توقعت كل حاجه حصلت في الدوري ده من اول حاجه لاخر حاجه، من اول ترتيب الانديه. الكلام ده من الاسبوع الاول يا جماعه، من الاسبوع الاول ترتيب الانديه وبالتحديد الثلاثه الاوائل والثلاثه الهابطين. توقعت المراكز الجدول بشكل تقريبا اكتر من 90% بشكل صحيح من الاسبوع الاول بقول، او قبل الاسبوع الاول كمان ما كانش حتى اتلعب.
توقعت امور كتير جدا 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 حدثت، ومشاكل وصدامات. وفي حلقه نزلتها الحمد لله، دي او بكوره الحلقات الخاصه باللجنه الخماسيه، وكيف توقعت ان اللجنه الخماسيه مش هتسير بالشكل الامثل، وعكس الجميع تماما توقعت ان اللجنه الخماسيه هتكون مش على المستوى الامثل رغم كل الوعود وكل الكلام اللي اتقال، واكدت ان الامر ده مش هيدوم ومش صحيح. توقعت رئيس لجنه المسابقات مش هيكمل وهيستقيل، او مش هتكمل المسابقه بالشكل الامثل برضه، ومش هيقدر يعمل الوعود اللي قال عليها. دي حلقه اولى. توقعت موضوع الفار كمان، وطبعا كنت اول حد الحمد لله احمد ربنا يشكر فضله على مستوى مصر والوطن العربي كاملا طلبت بالفار، واكدت على اهميته كبيره جدا، وطلعت ضد الناس اللي طلعوا واللي منهم يعني اساطين اعلاميه وكرويه قالوا الفار مش حلو مش تمام، بيبطئ اللعب، بيقلل سرعه اللعب، بيقلل مش متعه اللي مش عارف ايه. طلعت رديت عليهم تماما، كنت اول حد طلعت الحمد لله شرحت الفار بشكل صحيح تماما. وفي حكام كبار من اللي بيعملوا التحليل والتقييم في قنوات ما عرفوش اصلا طريقته ازاي، وغلطوا فيه جدا. الحمد لله احمد ربنا يشكر فضله. يعني في حلقات قويه جدا 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 الفتره الجايه انتظروها خرافيه. توقعت اقالات كل المدربين اللي تم اقالتهم، توقعت اقالتهم، وتوقعت انهم مش هيكون بشكل امثل. لاعبين رحلوا، ازمات، مشاكل، كل حاجه كل حاجه باذن الله انتظروا. وبقول لكم حلقات مدويه، هي بس مشكله في الوقت، مشكله في المجهود الرهيب جدا، ربنا يعلم يعني. لكن كله تبع ان شاء الله باذن الله. وزي ما قلت كتير جدا جدا حلقات الاخطبوط انا يعني التاخير شويه بيزود رونق وجماليات الحلقه، بالعكس لانها بتثبت اكتر المثبت، وبيتاكد اكتر المؤكد. على فكره كل يوم بيعدي الحمد لله بياكد اللي انا قلته. فانا مش في حته ان انا لازم الحدث يبقى لسه يا دوبك تم اثباته على طول بسرعه اجري، لا طبعا، لاني واثق تماما الحمد لله احمد ربنا يشكر فضله طول السنين اللي فاتت ان الحدث بالعكس بيتاكد اكتر واكتر كل يوم بيعدي. زي ما قلت زي الورده اللي ريحتها تفضل فيها، وكل ما بتقدم شويه كل ما بتبقى اجمل واجمل واجمل. طيب لكن طبعا اللي بيبقى لازم بسرعه اثباتات سبق، اثباتات تفرد، حاجات زي حلقه النهارده. انا دلوقتي لازم، لاني طبعا في ترتيب معين حسب رؤيتي، فقلت لازم بسرعه انزله حتى لو في حلقات زي خاصه بالجماهير. قنوات الجماهير طبعا اقصد، اللي هي بتبقى بنمط بسيط جدا. طيب وانتظروا في اميزنج ميديا برضو ان شاء الله باذن الله. بكل بساطه حلقه سريعه جدا، في اقدر اقول زي ما عملت حلقه الدوري السعودي. في حلقه في 12 دقيقه قلت بسرعه جدا حظوظ الفرق، والايام بتثبت كلامي تماما الحمد لله، برضو ماشيه بالشكل اللي انا قلت عليه بالظبط. هلال شباب في المركزين الاول وثاني، وبقيه الفرق زي ما ذكرت. والنصر بعيد، وقلت بسبب تخبط اداره النادي، بسبب رواسب امور كتير جدا سيئه جدا جدا بتحصل في النادي بقى لها 3 4 5 سنين، بسبب تغيير ادارات كتير، مفيش استقرار، بسبب ما يسمى الصفقات الاجنبيه اللي متغيره كل موسم بشكل سيء للغايه، بسبب العك اللي حصل. والموضوع على فكره يا جماعه فيه رواسب نفسيه، وانا باكد تماما بسبب العروض الخرافيه اللي كانت بتتعرض على بعض اللاعبين لانضمامهم، زي الخاندرو جوميز لاعب اتلانتا اتحط شيك على بياض عشان اللاعب يجي، ولاعب عنده 33 سنه. ولاعبين اخرين اتقال عليهم ان هم عايزين يستقدموهم باسعار خرافيه باثمان غريبه، نفس اللي كان بيحصل من يعني مع احترامي يعني زي اللي كان بيحصل في نادي بيراميدز في مصر، بس طبعا مع الفرق كمان في النواحي الماديه. دول بيتكلموا عن لاعبين اوروبيين، وده كان بيجيب لاعبين مثلا افارقه، لاعبين حتى من مصر باسعار غريبه جدا. نفس الامر في عمل غبن، عمل مشاكل، عمل امور نفسيه في اللاعبين اللي هم اصلا مش يعني مكتفيين ما عندهمش مشكله، لكن هم شايفين نفسهم نجوم، واحنا عملنا وسوينا. والموسم اللي فات برضه عملنا الى حد كبير اداء مركز تاني في دوري خادم الحرمين، و عملنا مستوى مميز مثلا في الكأس وهكذا، وبطولات كمان الآسيوية. فيقول لك ازاي انت بتعمل شيك على بياض للاعب عنده 33 سنه، او لاعب اخر جاي مش عارف منتهي جاي بكذا. فهي بتبقى حاجه شبه كده. شفنا اداء عبد الرزاق حمد الله عامل ازاي، النجم الاول في الفريق والنجم الاول في الدوري السعودي بكل المقاييس. شوفوا اداء عامل ازاي الموسم ده. شوفوا حتى كمان الجانب النفسي، شوفوا حته الهبوط المعنويات بشكل رهيب في الفريق بشكل غير طبيعي. عموما انا طبعا يعني انا جدا 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 مع تقليص عدد الاجانب، قلتها كتير جدا في الدوري السعودي، مع عمل سقف كامل محدد للتعاقدات بالتحديد الاجانب، ما يبقاش الامر كده الحبل على الغارب زي ما بيقولوا. انا شايف العدد الامثل للاجانب لا يزيد ابدا زي الدوري المصري. انا شايف العدد مناسب جدا من 5 لاعبين، انا شايف ده كويس قوي قوي قوي.
حته بقى اصلي لاعب من المواليد مش مواليد، اوكي ممكن يبقى كمان في لاعب من المواليد يبقوا 6 فقط مش 8 ابدا، عدد كبير جدا جدا. حكايه المدربين برضو لازم يتم عمل وقفه، مش مدرب يتغير كل مباراتين وكل 3 وكل 5 وحاجات، وشوط جزائيه خرافيه بتدفع. كل ده حذرت منه يا جماعه، كل ده كان ليا السبق فيه. طيب نيجي الدوري المصري زي ما قلت بكل بساطه، انا بقولها من دلوقتي اهو، ويبقى قلنا انتظروا بقى ان شاء الله في الحلقات الجايه هيبقى في كلام بالتفاصيل الكامله، وليه انا عملت الترتيب ده بالتفاصيل الفنيه. فهنبدا كده يعني زي ما قلنا يعني سسبنس، مين هيفوز باللقب، مين البطل، الثلاث مراكز الاوائل. زي ما الحمد لله احمد ربنا شكرا الموسمين اللي فاتوا على وجه الخصوص، وطبعا كل المواسم اللي فاتت الحمد لله كان ليا سبق مدوي وليه نسبه نجاح خرافيه، لكن الاخيرين بالذات لان انضمام نادي بيراميدز فعمل نوع من شويه يعني الزخم في النواحي التنافسيه. وكان ليا سبق مدوي لما اكيد هيكون مركز ثالث والزمالك تاني والاهلي الاول، وصدق كل حرف قلته الحمد لله، في ظل كل الناس كانت بتطبل يقول لك الموسم اللي قبل اللي فات بالذات بيراميدز هينافس على البطوله، بيراميدز هي وخد في فتره بيراميدز كان متصدر، قال لك بيراميدز خلاص ده تصدر وهياخد البطوله، كلام عبيط كده يعني، وطلعت اكدت ده مش صحيح. طيب الموسم ده، وعلى فكره الموسم اللي فات نفس الكلام، لما كل الدنيا قالت العكس بقى، بيراميدز انهار، بيراميدز فريق بقى اللعيبه المميزه، بيراميدز اصبح نادي مش منافس، قلت الكلام ده مش صحيح. تعاقدات حقيقي جيده جدا، في كلام مهم اتعمل، يعني صحح امور كتير من الفشل اللي حصل في الموسم اللي قبله، الفشل الاداري مش الفشل يعني فشل من كل حاجه، لكن اساسه الفشل الاداري واداره الملف اللاعبين. لحد ما الامور اتعدلت. الكلام ده الموسم اللي فات مش الموسم ده، الموسم اللي فات الموسم ده رجعت ريما لعادتها القديمه زي ما قلت، ونفس السلبيات تقريبا بنسبه لا تقل عن 80 85% 90% من اللي حصل في اول موسم، من العك اللي حصل في ملف اللاعبين، والسبب الرئيسي انه اللي مسك الامر ناس غير مؤهله بكل المقاييس كالعاده زي ما ذكرت. وارجعوا لحلقه مهمه جدا 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 عن نادي زد، انا لسه عاملها في اميزنج ميديا، يعني ان شاء الله باذن الله تنزل لكم في خلال يومين 3، وتوقعي كامل لعدم نجاح التجربه، والاسباب كامله ذكرتها او غالبيه الاسباب ذكرتها موجوده في الحلقه، ارجعوا لها، حلقه مهمه جدا جدا جدا. طيب فزي ما بقول الترتيب، نعمل بقى كده موسيقى يعني يعني حته بقى ايه حماسيه شويه او تشويقيه. بطل البطولة الحالية، أنا بتكلم تاني بكرر يا جماعة، النهاردة الأربع 16 ديسمبر، الأربع 16 ديسمبر، بعد مباراة واحدة فقط لكل الفرق. بطل البطولة الحالية النادي الأهلي، بطل البطولة الحالية النادي الأهلي، وهيكون متصدر مش بفارق زي الموسم اللي فات، هيكون أقل من الموسم اللي فات لكن هيكون في فارق، يعني أنا شايفه هيكون يعني بيتراوح من 5 ل 10 نقاط. يعني هيكون فرق يعني الى حد ما معقول، لكن مش فرق ضخم زي الموسم اللي فات، والبطوله تنتهي من نص الموسم زي ما انا برضو الحمد لله كان يسبقكم ده، وكل ده تنتظروه باذن الله في حلقاتي الخرافيه ان شاء الله باذن الله عن الدوري المصري 19 20، واللي زي ما قلت بداتها بالحلقه الاولى الاتحاد الكوري. فالبطل هيكون الاهلي. الاسباب طبعا بالتفاصيل كامله زي ما قلت، انتظروا باذن الله حلقه خرافيه ان شاء الله باذن الله، هتكون بشكل عام لتحليل الفرق ان شاء الله، دي هتكون في اسرع وقت ممكن، يعني بكتير قوي ممكن تكون بعد الاسبوع الثاني باذن الله، لان الاسبوع الثاني خلاص هيبدا النهارده. لكن طبعا كلامي ملوش اي تاثير، يعني ملوش مش يعني تاثير خالص بالمباريات نهائيا. نهائيا هي فقط ممكن في لاعب جديد لسه جديد، طبعا في لعيبه كتير جداد جايين يا اما من دوري درجه ثانيه، يا اما جايين من الدوريات العربيه الاخرى او افريقيه، فلعيبه جداد لسه ما شفتهمش، فيبقى في فرصه جيده برضو ان انا اقدر احكم عليهم في التعاقدات الجديده للفرق، بالذات الفرق اللي عامله تعاقدات يعني اعداد مهوله 20 لاعب و25 لاعب والكلام الغريب ده، لكن ده الفرق الوحيد فقط. لكن كلامي عن استراتيجيه فريق عامه، اداؤه، قدراته، امكانياته، توقعي ليه الموسم ده، كل الكلام ده مش هيتغير، ده انا كنت هقوله من اسابيع فاتت، لكن يعني الى حد ما هيكون فقط زياده في الامر ده. الاهلي بطل البطوله زي ما قلت. المركز الثاني بقى المفاجاه الكبيره، والاول مره المركز الثاني يا جماعه انا بقول هيكون بيراميدز. المركز الثاني بيراميدز. حد يقول لي ليه غيرت رايك الموسم ده؟ طب معنى كده ان الاداره ماشيه بشكل صح، يعني معنى كده الاداره جابت اللاعبين اولا المركز الثاني ده مش نجاح، تاني بكرر فريق صارف لحد اللحظه اللي بكلمكم فيها دي حسب رؤيتي انا، والعلم انا مش اقتصادي، مش خبير اقتصادي، وفي نفس الوقت مش موجود في النادي عشان اقدر احكم، وللاسف مفيش شفافيه في حته اني اخراج
ميزانيات الانديه والمصروفات والكلام ده زي اوروبا، لا مش موجود الامر ده. لكن انا الحمد لله ثبت كلامي تماما من الادله والاثباتات، اكدت من تقارير مهمه جدا. الموسم الاول تم صرف اكتر من 2 مليار جنيه، يعني رقم مهول يكفي الدوري كله على بعضه، وانا بقولها وعن يقين من كلامي، يكفي الدوري كله على بعضه. 18 فريق 16 فريق غير الاهلي والزمالك يبقوا فرق على اعلى مستوى، ويبقى دوري خرافي بال 2 مليار دول. تعالى بقى تاني موسم ما لا يقل حسب رؤيتي انا، هو مفيش تقارير بتقول، بس ما لا يقل عن نص مليار، عن نص مليار على الاقل كمان. مصاريف اللاعبين اغلبيتها بتكون في نطاق تعاقدات اللاعبين والكلام ده. الموسم ده بقى انا بقول لكم لا يقل عن، الامور مش هتقل الموسم كله عن حوالي مليار كمان. رمضان صبحي لوحده تاني باكد يا جماعه عقده حوالي 200 مليون في ظل 50. اوكي، يعني لو بنتكلم في اول موسم فقط، واللي دفع للنادي بتاعه نقول في حدود 100 مليون كمان، يعني نقول 100 مليون لرمضان لوحده على الاقل كمان. عقد كمان عبد الله السعيد ومجموعه لاعبين الاخرين. يعني بنتكلم الموسم ده فقط بقول لكم مش هيقل الامر مثلا عن نص كمان، نص مليار، نص مليار مش مليون، مليار. تمام، يعني بنتكلم داخلين في اكتر من 3 مليار لحد نهايه الموسم ده فقط. يعني رقم مش مهول، ده رقم يعني بشع بمعنى الكلمه. فنفس الكلام، فبقول انه رغم كده لكن بقول ده مش نجاح المركز الثاني. النجاح هو ان انت تفوز تكسر هيمنه الاهلي بالتحديد بعد الزمالك في البطوله المصريه، وتفوز وتبقى خلاص بشكل دائم منافس، مش فقط قاعد في المركز الثالث. ما ده عمله المصري يا جماعه، المصري عمله، ووقتها طلعت وعملوا 3 مواسم مش عارف ولا موسمين متتاليين، وطلعت قلت ده مش انجاز. المصري، مش قلت بيراميدز، المصري اللي صار رغم 64 لعيب في 3 سنين او 5 سنين ما اعرفش، كان توقع خرافي بالنسبه لي، وتم اثباته كاملا في عهد حسام حسن. 3 سنين وشويه، 64 لعيب يعني، بس ما صرفش واحد على 10 من اللي صرف من بيراميدز في موسم واحد في 3 سنين دول، ومع ذلك جاب المركز الثالث. يعني دي ابسط الامور. المقصه جاب المركز الثاني قبل كده لو نتذكر، انبي اعتقد جاب الثاني على ما اتذكر برضه، يعني فرق كتير. فبتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ فالنجاح هو البطوله مش المركز الثاني، لكن يعني الى حد ما طبعا الامور افضل. تاني نقطه مهمه جدا، هو ليه الفريق هيكون مركز ثاني؟ هل عشان هو افضل من الموسم اللي فات او افضل يعني في البطوله؟ لا، هي مساله كلها عشان المتبوئ المركز الثاني بشكل دايم اللي هو الزمالك. بعد كده بقى في جاب كبير بعد الاول والثاني، وبقى الى حد ما الثالث بيراميدز. بعد كده في جاب، ما فيش فريق تاني يقدر ينافس. لكن المتبوئ المركز الثاني انا بتوقع تماما ان المشاكل الاداريه هتاثر فيه جدا، المشاكل الماديه هتاثر فيه جدا، حتى لو وجود الانتخابات كمان هتاثر كتير على الكره. الانتخابات كلام على انه هيكون يعني في اسرع وقت ممكن في انتخابات، مش متذكر اتحددت امتى، ممكن معرفش يعني توقيت امتى، لكن هتكون اعتقد في خلال الموسم ده هتاثر بشكل كبير بكل المقاييس طبعا. على ما الاداره الجديده تيجي هتاخد وقت علشان تقدر انها توفر اللي كان متوفر. والحسنه الوحيده وبكرر تاني الوحيده لمجلس الاداره السابق برئاسه الاستاذ مرتضى منصور هي مساله الجانب المادي، انه كان بيقدر بغض النظر ان الفلوس دي جت منين او ازاي او في ديون على فريق او ايا كان او على النادي، يعني بغض النظر كان بيقدر انه يتصرف في الجانب المادي بالذات. يعني ما شفناش في عهد مرتضى منصور بالذات الفتره الاخيره اللي هو الاخير ده كلام في الجرايد الزمالك بيعاني ماديا الا في مناسبات محدده، وكان الامر يعني بيتظبط. وافكركم لما حصل اني استشهدت انا بالامر ده واتكلمت عنه بشكل هام جدا، لما قلت انه هو بيقول اني انا مش عارف عملت 600 مليون حاجه كده. لا، طب الاداره ازاي وانت مش قادر تدفع مستحقات لاعبين؟ الكلام ده كان في عهد فايل اسمه ايه يا رب، فيريرا، مش فيريرا انا اسف، جروس. كان في عهد جروس اكتر من مره، واللاعبين عملوا اضراب والكلام ده كله، فاكرين كويس جدا النقطه دي. وفاكرين لما حصل اضراب برده في على مستوى الموظفين النادي، وحصلت مشكله كبيره وقتها. ده حصل، لكن نلاقي ان في خلال كام سنه من ساعه ما هو اظن 3 سنين شويه، من ساعه ما مسك الولايه الاخيره بالذات، هنلاقي ان الامر ده مرتين ثلاثه. فيعتبر الى حد كبير نجاح انه توفير الناحيه الماديه. لكن دي الحسنه الوحيده اللي مش مكتمله برضه، لكن قصادها في ايه؟ قصادها في مشاكل كتير جدا 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 فوق المتخيل يعني. وزي ما قلت كتير جدا قبل كده، وكان ليا سبق خرافي الحمد لله من 2015. ابعد رئيس النادي واداره النادي عن ملف الكوره نهائيا، الفريق ده هيبقى من اقوى الفرق، مش يعني اقول ايه يعني، هيكسر شوكه الاهلي وهيكسر هيمنه الاهلي، وعن يقين من كلامي. ولينا في تجربه 2015 الف عبره،
واللي انا قلتها واكدتها وحللتها بشكل كامل، واكدت انها مش هتتكرر تاني. برضو ده توقع خرافي وانتظروه باذن الله في الاخطبوط، لما اكدت ان التجربه دي مش هتكمل والزمالك مش هياخد البطولات زي ما حصل في بالتحديد الدوري من 2015 بسبب ان رئيس النادي هيبدا التدخل تاني في ملف الكوره زي ما ذكرت، وده اكبر داء واكبر مشكله. طيب نيجي للي هيتم انتخابهم، وباكد تماما مش هيقدروا انهم يواكبوا نفس اللي كان بيعمله رئيس النادي. برضو خلينا واضحين يا جماعه، رئيس نادي الزمالك راجل بالبلد كده متودك، عنده الخبره كبيره جدا جدا في التعامل مع ال 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 المشاكل المعتاده لفرق الكوره بالتحديد، اللي زادت قوي في الفتره الحاليه بسبب موضوع كورونا، وقله في او يعني قله كبيره في الجانب المادي والدعم المادي بشكل كبير جدا. زود الامر اكتر، الموارد قلت بشكل اكبر، فريق انا قلت تاني بكرر بلاعه مفتوحه في فرق الكوره بالتحديد في الدوري المصري، والعائدات قليله للغايه ان ما كانتش معدومه في انديه اخرى. فيعني لسه النهارده خبر الاهلي بيعمل شركه كره القدم، الكلام ده لسه بتعمله في 2020 يا كابتن محمود الخطيب، يعني لسه بتعمل الكلام ده، بتفكر لسه كمان بيفكروا فيه في نهايه 2020 بعد ولايتك، خلاص انت تعتبر بتخلص ولايتك. حاجه غريبه جدا، يعني انا مش قادر افهم بصراحه، يبقى لك 3 سنين او 3 سنين شويه ولسه بتفكر تعمل شركه الكوره، وانت كنت قبل كده في مجلس اداره برضه نائب فتره طويله. حاجه غريبه جدا. طيب تعالى نيجي بالقليت، يعني كلمه شركه كوره، ايه شركه كوره يعني؟ يعني ايه الجديد، ايه الفارق، ايه الاختلاف؟ شركه الكوره اللي هتتعمل دي ايه اختلافها عن الوضع الحالي؟ يا ريت حد يقول لي. اللي انا افهمه واعرفه، انا راجل مش بتاع تسويق لكن عندي خبرات كبيره جدا جدا الحمد لله، احمد ربنا يشكر فضله، اكتر من 25 سنه في مجال كره القدم، تمام. وقلت كتير امور كتير جدا 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 اقتصاديه، وسلقت تماما اكتر من خبراء اقتصاديين طول الفتره اللي فاتت، كله انتظروا باذن الله في الاخطبوط باذن الله. وقلت امور كتير جدا جدا عن اللاعبين وعدم الفايده او السفه او المبالغه او الخطا الفادح. لينا في ملف بيراميدز ده الف مثل، لينا في ملف اهدار اللاعبين، اهدار اموال خرافيه في حلقاتي اللي بتتعمل في مليارات مهدره، اكبر مثل على مستوى الدوري المصري والكره المصريه واوروبا كمان، وحتى يمكن الدوريات العربيه. لا لا لا، ده عايز اقول لكم عشرات بل مئات يمكن الاف الحلقات ان شاء الله باذن الله انتظروها. فبتتكلموا في ايه؟ لا يبقى انا راجل بتكلم اهو الحمد لله احمد ربنا يشكر فضله، والسي في بتاعي محطوط، السي في بتاعي قدراتي وامكانياتي وتوقعاتي الصائبه نسبه خرافيه، يمكن اقول توصل 100% بالنسبه للملف الاقتصادي ده بالذات. اهدار زي ما قلت انا بيراميدز اهدار مليارات، انا بقول الاهلي اهدار مليارات بكل مقاييس في الخمس سنين اللي فات، لكن الامور مش بتبان لان في عوائد، في جماهيريه، في اضواء، في شهره، في كتيبه اعلاميه خرافيه. خلينا واضحين بالطرمخ على اي حاجه، لا في اخطاء خرافيه بكل المقاييس. نمسك وليد ازارو، الخساره الماديه فيه قد ايه زي ما كانت عن بوتاي. نمسك عشرات اللاعبين، اخرهم اهو اللاعب الاخير اليو بادجي، خساره ماديه قد ايه، عشرات المدربين، او في الفتره الاخيره بالذات مارتن لاسارتي، قبله حسام البدري، بعده كمان ادي موسيماني، ويمكن في الوسط فايلر الى حد ما كان انجح حاجه. يعني انا بتكلم في الفتره فقط بتاعت محمود الخطيب، انا لو بتكلم من 5 سنين كمان فتره محمود طاهر، لا في كمان لخبطه كبيره جدا جدا جدا. طيب عشان بس ابسط الامر، في زي ما بقول الزمالك، وان شاء الله هتكلم بالتفاصيل زي ما قلت باذن الله في تحليل شامل وكامل باذن الله للدوري بشكل عام للفرق كلها. لكن النهارده بقول لكم حلقه استباقيه سريعه مهمه جدا 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 بعد الاسبوع الاول. تاني بكرر، الاهلي المركز الاول، بيراميدز المركز الثاني عشان مشاكل الزمالك اللي هتستمر وهتاثر، والمجلس الاداره الجديد زي ما قلت مش هيقدر انه يعمل اللي كان بيعمله رئيس نادي الزمالك بالتحديد في اهم نقطه بتهم اللاعب المصري وبتفرق معاه جدا، هو الجانب المادي واستقرار المادي. لسه خبر اهو، اشرف بن شرقي، خبر النهارده طازه، اشرف بن شرقي في موقع كوره بيطلع انذار ل اداره نادي الزمالك بسدد المستحقات، وطلع مصدر بيقول لك اصل ده شيء معتاد ولازم يتعمل بالذات من اللاعبين الاجانب. يعني يمكن احتمال. وقبلها طبعا لو فاكرين ساسي، مشكله ساسي اللي انا متوقع جدا هتتجدد الفتره الجايه. تاني بكرر يا جماعه، تاني بكرر. طب حد يقول لي طب انت بتتكلم، طب ايه الحل؟ لا في حلول. انا متحفظ على الاسماء اللي رشحت نفسها للرئاسه، سواء السيناريست مدحت العدل او احمد سليمان المدرب حارس المرمى السابق واللي كان مترشح. يا كابتن احمد سليمان لازم تعرف ان انت لما خدت 17000 صوت حسب ما بتقول، او لو مش عارف كام، يعني كان نسبه جيده في الانتخابات اللي فاتت قصاد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. انا باكد ان ده ما اتعملش حبا في حضرتك وامكانياتك وقدراتك قد ما يكون ضيقا من الطرف الثاني وكيد في الطرف الثاني من ناس كتير فعلا كانت مش عايزاه.
انا واحد من الناس قلت ان انا بفضل واحد يعني شخص اخر يكون هو الموجود في رئاسه الزمالك. تمام. لكن دي نقطة مهمة للغاية، ده هيتكشف جدا في الانتخابات القادمة. لكن برضو حسب الأسماء الموجودة، ما هو لما تيجي الناس تلاقي إن مفيش أسماء قوية، هتدي اللي نعرفه أحسن من ما نعرفوش. دي برضو نقطة خطيرة جدا. أنت لازم تبقى فاهم إن أنت ناس جايبينك عشان مقتنعين بيك أنت، ولا عشان أنت أحسن الوحشين، أو بمعنى أصح عشان مفيش غيرك، أو عشان مثلا ضيقا أو كيد في حد تاني، فاللي هو نظام يجيبك أنت. دي نقطة خطيرة جدا، لأن مع أول لحظة هتقع أول ما يجي اسم قوي، اسم تمام. طب مين أسماء قوي؟ أنا قلت كتير قبل كده في أشخاص، يعني أنا بصراحة شايف في نضوج كبير جدا جدا في الفترة الأخيرة. مفيش أسماء قوية في نادي الزمالك، لكن أرجع أقول برضو كان مهندس رؤوف جاسر شخص كفء عنده إمكانيات. أنا شايف إن يتعمل مجلس يا جماعة. آه، بصراحة أنا شايف الزمالك اللي ينتشل الفترة القادمة يتعمل زي مجلس انتقالي. مجلس انتقالي يعني ايه؟ دلوقتي الزمالك محتاج حاجه مهمه جدا، ما ينفعش يجي فيه افراد كفاءات فقط بدون الناحيه الماديه. خلاص اتفقنا ان في مشكلتين ضخمين جدا الفتره دي، وانا اسف اني يعني طلعت من الحلقه، بس إن دي مهمه جدا. زي ما بيقولوا تمهيد للي جاي ان شاء الله في حلقاتي اللي جايه. لكن زي ما قلت شيء بشيء يذكر، وفي نفس الوقت اثبات سبق واثبات يعني ان انا الحق اتكلم في توقيت بدري، لاني انا عارف اللي هيحصل. انا واثق ان الازمات هتزيد، وواثق ان اللجنه اللي موجوده تباعا كده تبدا تستقيل. بتكلم عن اللجنه الفنيه، ومتحفظ جدا جدا طبعا على اللجنه الاداريه اللي اتعملت من الساده المستشارين او الناس اللي يعني مش مؤهله في الناحيه الاداريه بشكل امثل. ما اعرفش يعني مش فاهم صراحه. لكن نيجي للجنه الفنيه بالتحديد، هي الاهم دلوقتي، لان هي خاصه بفريق كوره متحفظ جدا جدا زي ما قلت عليها. كمان حته لجنه حكمه ولجنه فنيه ولا مش عارف ايه، وكله بيتضارب في بعضه. لجنه الحكم يقول لك احنا استشاريين، لو رأينا استشاري. او ده كمان معاهم كمان حكايه فاروق جعفر اللي هو موجود في حاجه اسمها رئاسه لجنه رئاسه اسف قطاع الكوره. يعني كلها يا جماعه قلت كتير جدا، احنا بنتفنن ان احنا نعمل تضاربات، بنتفنن نعمل عدم استقرار، بنتفنن نعمل لجان وهيئات ومش عارف ايه، وكله يضرب في بعضه وكله يشتكي. اهو ما كملتش كام يوم وده اشتغلنا نفس اللي حذرت منه كتير جدا جدا جدا. ايه المانع ان تعمل هي حاجه واحده فقط من فردين ثلاثه بالعدد؟ ايه المشكله في كده؟ نفسي افهم. بعد كده ابدا ان انا افكر، خلاص عملت الهيكله، ابدا ان انا اشوف الصفات اللي هيجوا دول شكلهم ايه، عاملين ازاي، وابدا ان انا انتقي. مش هجيب اي ناس وخلاص حسب شهرتهم. مسخره والله العظيم بجد في الكره المصريه بتحصل في الامر ده. يعني لازم رقابه. يعني لو في لجنه او في هيئه بتراقب، يا جماعه انتوا نادي كذا، طب انتوا عندكم كام لجنه، طب اللجنه دي بتعمل ايه، طب قاعدين ليه، طب بياخدوا فلوس ايه، طب يعني بيخبطوا في بعض، طب مشاكلهم ايه. لا، هي حاجه واحده فقط تتعمل. موضوع مش كيمياء ولا مش فاهم انا، سبحان الله، تسكين اماكن وخلاص. عموما فزي ما بقول يعني دي المشكله الاولى زي ما قلت، هي مشكله الماديه الدائمه، لان كره القدم اتحولت صناعه، وانت كمان بقيت في مطحنه. طبعا نسبيه بالنسبه للكره المصريه على قدها شويه، لكن كل الفرق دلوقتي كل فرق شركات. فانت عشان تكمل لازم حضرتك تجيب موارد ماديه موسميه وتقدر تضاهي الامر ده، والا هتتحول كنادي الزمالك واهلي برضو، هتتحول تبقى حضرتك زي فريق الاسماعيلي، زي فريق المصري، زي فريق السويس، زي فريق غزل المحله، الفرق الجماهيريه اللي خلاص يعني ما عندهاش موارد وكل سنه وانت طيب. لكن الفرق طبعا الاهلي والزمالك الامور معاهم يعني فرق دوله زي ما بيقولوا، او فرق يعني على مستوى الدوله، ليها جماهيريه خرافيه، لا اعلاميه ضخمه، يعني بيعرفوا يجيبوا ايه القرش زي ما بيقول. لكن الامر ده مش هيستمر، بالذات لو جائحه الكورونا استمرت لها 3 4 سنين بالشكل ده. تمام. فانا باكد تماما الامور هتسير مثال الاسوء. تعال النقطة اللي بعد كده، النقطة الأهم، جائحة الكورونا الموجودة اللي زودت الطينة بلة، زودت الأمر بشكل أسوأ، زودت الأمور بشكل أقوى بكتير. لما نسمع النادي زي النادي برشلونة بيعاني ماديا بشكل رهيب جدا وشبه على وشك الإفلاس، لما نسمع النادي ريال مدريد عليه الديون خرافية، ديون رهيبة، لكن برضه نفس القصة، اللي سانده إنه نادي الدولة يعتبر، لأنه نادي الملكي، نادي الدولة وفي العاصمة، ونادي طبعا على مستوى العالم كله، فطبعا مش هيتم السماح أبدا إن هو يحصل أي مشاكل ويتم ضخه بتاع، او النوادي اللي هي مملوكه فقط لافراد اللي شويه ماشيه العمليه ماشيه. انديه تانية كتير جدا جدا بتصرخ. طب في ايه يا جماعه؟ فخلاص الامر يتحول اني هتبقى الامور صعبه جدا. فالاسم اللي جاي مش هيبقى رئيس نادي الزمالك وبس، ده هيواجه صعوبات رهيبه، بالذات بعد نجاحات موجوده، خلينا واضحين، نجاحات في النتائج، نجاحات في فريق كوره
يعني ان ما كانش حتى على المستوى المحلي يبقى على المستوى الافريقي برضو عامل نتائج الى حد كبير افضل. يعني فوز بكونفدراليه، منافسه بشكل قوي جدا، وصول نهائي في دوري ابطال افريقيا، وكان قاب قوسين او ادنى، وكان ليه ضربه جزاء. خلينا واضحين نتكلم بمنتهى الصراحه، وقلتها كتير جدا. يعني بنتكلم بوضوح ان الفريق في نجاحات نسبيه او بشكل كبير، مش 100%. طبعا الزمالك يستحق فعلا، الزمالك كامكانيات وقدرات وامكانيات لاعبين طول حتى الخمس سنين طول الثلاث سنين اللي فاتوا بتوع مرتضى منصور، او حتى 50 من اول ما بدات برنامجي، اكدت ان الزمالك يا جماعه لو كان في استقرار اداري وفي استقرار فني كمان، وما اقعدش اجيب لعيبه بالكيف وامشي لعيبه بالكيف، لا، لو في استقرار بجد الفريق ده فعلا بكل المقاييس كان يبقى افضل فريق في مصر بكل المقاييس، وبقولها ويزعل وعلى فكره انا مش زملكاوي وانا مش اهلي، يعني انا مش هبسط الامر عشان كل واحد هيطلع يتكلم يقول لك مش عارف ايه. انتوا لو بتتابعوني من 5 سنين كامله فاتوا هتحتاروا. ناس كتير جدا بعتها لي بتقول لي هو انت زملكاوي، لا انت اهلاوي، لا انت اسماعيلاوي، لا انت مش مصراوي، لا والله زي ما بقول لكم يعني حاجه يعني لا، انا عشان بس ابسط الامر تماما، انا بتكلم قلت جدا جدا جدا، وده اللي محتاجه الاعلام المصري. الاعلامي اللي يبدا يتكلم بالادله والاثباتات والوقائع والمنطق والدليل والخبره والدرايه، بعيد تماما عن الهوى الشخصيه، بعيد تماما عن انتماءات، بعيد تماما عن وجهه نظري، بعيد تماما عن مش عارف ايه الكلام الفارغ ده. كل ده كده يترمي وخلاص، ويبقى دي اجمل واروع حاجه لما انت تبقى محتار ومش عارف يا ربي انت بتشجع مين ولا تبع ايه. تبقى انت نفسك محتار من ده، لان من كتر الكلام هو فير جدا جدا وبمنطق كامل وبادله كامله. عموما الاهلي المركز الاول، الزمالك بيراميدز المركز الثاني بفروق بسيطه جدا عن الزمالك، هيبقى في فروق قليل قوي. الزمالك المركز الثالث بعد صراع قوي. المركز الرابع بقى، تعالى بقى يمكن دي بقى المطحنه بمعنى الكلمه. لا عكس الموسم اللي فات، الموسم اللي فات كانت الامور شويه اسهل شويه. ليه برضو؟ يعني كانت الموسم ده قلت نقطة مهمة جدا جدا، قلتها في حلقة في اميزنج ميديا: يا جماعة اللي بتتكلموا، يا جماعة يا اللي يا هبزة يا بتوع الاستوديوهات التحليلية والاعلام، انتوا طالعين بتتكلموا بتقولوا دوري جميل قوي من اول اسبوع، وحاجة رائعة وحاجة جميلة. على فكرة ده مش اول موسم يكون فيه ده تاني موسم يبقى فيه ندية، تاني موسم يبقى فيه قوة، تاني موسم تحس من اول الاسبوع ان البطولة قوية، تاني موسم تلاقي فيه منافسة حتى ما فيش فرق حصالات، تاني موسم وده كام ده توقعته برضو، ده من ضمن توقعاتي الحمد لله من اول الموسم اللي فات. تاني موسم تلاقي فيه فرق يعني بتكسر في بعضها بشكل افضل، وتدي من اساسيات الدوري القوي، من اهم الحاجات. ويرجعوا لحلقات ليا ان شاء الله هجيبها لكم باذن الله في اسرع وقت، ايه هو الدوري القوي، ايه معاييره، ايه هو الدوري التنافسي، ايه الدوري الرائع بمعنى الكلمه. ده تاني موسم، لكن الموسم ده انا بتوقعه اقوى، بتوقعه اجمد. برضو ارجع اقول بسبب سلبيه، لكن هي سلبيه هتعمل ايجابيه، لكن ايجابيه وقتيه، سلبيه وجود فرق شركات كتير، فطبعا الصرف اكتر، اللاعبين اكتر، ماشي امرنا لله، لكن على الاقل هنشوف اهو نديه شويه. رغم انه دوري يعني مع احترامي لو الجماهير موجوده هتكشف الامر جدا، ان انت بتلعب دوري تلتينه في القاهره او تلتينه فرق غير جماهيريه، دي كارثه. والتلت التاني هم فقط الفرق الجماهيريه، يعني بتشوف كم مباراه فقط على قدهم قوي اللي فيها جماهير، حاجه يعني للاسف يعني. لكن عموما انا بقول ادي السبب الرئيسي. فالنقطة بقى التانية المهمة جدا واتكلمت فيها وأكدتها تماما، وكان ليا سبق خرافي فيها من 5 سنين وأكتر، حاجة اسمها توزيع اللاعبين المميزين على الفرق. توزيع اللاعبين المميزين على الفرق، وازاي ان انت كفرق قوة شرائية، اهلي والزمالك طبعا وبعدهم بقى بيراميدز، سيب اللاعبين المميزين في حالهم، سيب اللاعبين المميزين في حالهم في فرقهم، مش تاخدهم عندك تكدسهم وتحطهم على دكة البودلة وتموتهم تماما، او تحطهم في ثلاجة مسميها ثلاجة الاهلي والزمالك وبيراميدز كمان دلوقتي. بعد كده شريف دابو، شوف شريف دابو ده اللي اتكلمت كام مرة عنه، كام مرة اتكلمت عن شريف دابو، اللاعب الاسيوطي واللي خدوا بيراميدز وفي الاخر سرحوا بدون اي مقابل. لاعب مهم جدا وعمل اداء رائع في سيراميكا، وتم اكتشافه الموسم اللي فات، وكان بيلعب في سيراميكا في الدوري الدرجه الثانيه، وعمل موسم رائع وما استفادش بيه فريق زي انبي برضه، دي كارثه. انبي على فكره فريق كارثي في استفادته من اللاعبين، كارثي بمعنى الكلمه. انا شايفه يمكن يجي بعد الرابع بعد الاهلي والزمالك وبيراميدز في استفادته من اللاعبين، في سوء استفادته من اللاعبين بشكل غير طبيعي، مش ممكن بصراحه. شوفوا شروه اللاعبين الاجانب الافارقه اللي جايبهم الموسم ده، يعني ما للموسم الثالث او الرابع على التوالي بنفس التخبط والعك واللخبطه، ما عدا يمكن اسمين ثلاثه طول الفتره اللي فاتت. اللاعب اللي هو الهندوراسي مش متذكر اسمه، اللي جه من موسمين، ونوح وائل اللي ما استفادوش بكل دول، وكمان ابو بكر ديار فقط، يمكن هم دول اللي تعدوا على الصواب. ومعهم طبعا اللاعب اللي هو مارشال عوده اللي سابوه بكل بساطه، قال لك ازمه قلبيه ومش ازمه قلبيه، ولا مشاكل في القلب وحاجات غريبه جدا.
عموما عشان ابسط الامر تاني بكرر، المركز الرابع هو اللي هيبقى فيه القوه بجد، هيبقى فيه الروعه بمعنى الكلمه يعني في التنافس. طبعا الفرق التلاته يعني اوكي، لكن زي ما قلت الاهلي يعني هيخلص. فالمركز الرابع توقعي هيبقى فيه منافسه شديده جدا جدا جدا. والناس هتقول المقاولين، لا، المقاولين مش هيكونوا في الرابع، وباكدها وعن يقين المقاولين هيتراجع، وفي اسباب دي هاجي لها لما ان شاء الله، وقلتها من الموسم اللي فات على فكره. اهم الاسباب ان الاخرين حسنوا نفسهم، الاخرين حسنوا نفسهم. المقاولين الموسم اللي فات كان فرصه ذهبيه واستغلها، ان الاخرين كانوا في المستوى اقل. انبي، الانتاج، طلائع الجيش، المصري، اسماعيلي، الفرق اللي عندها قوه تقدر انها تكون في المكان ده، وغيرهم طبعا، اتحاد وسموحه وهكذا. تمام. طيب، يبقى انا توقعي تماما ان المركز الرابع هيبقى، نعمل سسبنس بقى ويعني شويه توقعي المركز الرابع هيكون النادي المصري. وعلى فكرة يا جماعة، المراكز من الرابع لا تخيلوا لحد ال 18 الأمور متقاربة جدا 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 بشكل محير جدا. يعني أنا نفسي لا يعني أرهقت عشان أقدر إن أنا أطلع الترتيب. طبعا بعد الأسبوع الأول هنسى هتقول لي، أنت ليه ظالم نفسك؟ ما تستنى. لا لا لا، ما أنا قلت لكم هنا بقى الفرق الشاسع. أنا خلينا واضحين، مع احترامي الكامل استوديوهات التحليليه والمصاريف الخرافيه اللي بتدفع، وفي الاخر ما شفناش طول 5 سنين كامله ومن قبلها كمان. لكن بتكلم حتى من اول ما انا بدات برامجي والتحديات، وازاي ان الحمد لله احمد ربنا شكر فضل نسبه نجاح خرافيه في التوقعات ليا بتحديد للدوري المصري، وتوقع للفايز والهابطين وترتيب الجدول وامور كتير قوي، وكله هيطلع تباعا باذن الله. لكن مع ذلك ما حدش قدر حتى يتوقع من بعد حتى الدور الاول لنهايته. ما حدش حتى اتوقع حتى بعد الموبايل 20. تخيلوا يا جماعه، يعني اقول ايه؟ عموما فزي ما بقول في صعوبه فعلا كبيره. انا باكد الموسم ده بالذات الامور متقاربه صعبه فيها، يعني لخبطه. تخيلوا هقول فرق هتستغربوا المراكز بتاعتها، لكن هيبان. عموما توقعي هيكون المركز الرابع قلت المصري، المركز الخامس انا متوقع الاسماعيلي المركز الخامس. المركز السادس هيكون توقعي فريق مفاجأة. وده برضو مش عشان السياسة الصحيحة، مش عشان اقول ايه اسلوب التعاقدات. بالعكس، ده هيكون لحاجه وقتيه، لكن برضو ده مش نجاح في ظل المصاريف الرهيبه اللي اتدفعت، رهيبه بالنسبه طبعا للفئه بتاعه النادي نفسه، طبعا سيراميكا، او حسب المؤتمر الصحفي اسمه كيلوباتر اف سي. وقلت الامر ده، قلت على السلبيه دي، وان شاء الله انتظروا باذن الله سلبيات مهمه ظهرت في الدوري المصري هتكلم عنها برضو، الدوري 2021. انا متوقع سيراميكا المركز السادس، ودي هتكون مش هقول مفاجاه، ده طبيعي في ظل المصاريف الرهيبه اللي اتدفعت. يعني اعتقد، يعني انا اعتقادي الشخصي يعني سيراميكا صرف له مبلغ مثلا في التعاقدات اللي جت دي، نتكلم حتى على مستوى الموسم ده فقط. هو المفروض ان مبلغ كاملا يعني بيبقى على مستوى التعاقدات كامله، لكن حاجه يعني انا برضو مش عايز ادي رينج، بس مبلغ ضخم للغايه يعني. عموما فسيراميكا هيكون السادس. انا توقعي المركز السابع الاتحاد، هيكون الاتحاد. طبعا برضو مش نجاح نهائيا نهائيا نهائيا، انا اكدتها. النجاح بالنسبه للفرق الوسط او الفرق الوسط هيكون ان انا انافس على الرابع. النجاح بالنسبه للفرق التنافسيه ان انا ادخل تالت تاني اول، المفروض تالت تاني اول فرق تنافسيه. النجاح بالنسبه للفريق المنافسه هو الفوز باللقب او الالقاب بكل مقاييس. ما هو 1+1=2، خلاص انتهى الامر. اللي مش هنقعد بقى نعمل ايه افلام وقصص، والساده الجهابزه اللي يطلعوا يتكلموا نظام بقى التطبيل والتزمير وحبيبي وقلبي وعقلي وانت عملت انجاز وكلام الحلمنتيش يعني. طيب، فزي ما بقول فطبعا المركز السابع بالذات مع التدعيمات كمان اللي حصلت الموسم ده، فده توقعي. المركز الثامن هيكون طبعا زي ما بقول يعني مراكز مش بالظبط، يعني ممكن جدا انا بتكلم اني حد ادنى، ده الحد الادنى، لكن ممكن جدا الفريق يكون سابع. ممكن انا قلت سابع يبقى ثامن كده، نجاح طبعا بالنسبه لي تماما. نجاح بالنسبه لي كما يكون ما اقولش سابع يطلع 14 او 13، ده اللي اقصده، يعني بيبقى في نطاق معين. يعني يا جماعه عشان ابسط الامر، بغض النظر عن الاربع مراكز الاولى، بالذات الاربع مراكز الاولى، بعد كده مثلا لو الخامس جه السادس، اوكي، نجاح بنسبه مليار في الميه. السادس جه مثلا سابع، حصل تبادل بين مثلا السابع والثامن او التاسع يعني كده، فهمتوا قصدي؟
لكن اللي ان شاء الله باذن الله يعني دايما بيصدق تماما تماما التوقعات، الحمد لله احمد ربنا اشكر فضله، هي المراكز اللي ما فيهاش جدال، المراكز اللي بتبقى خلاص يعني المراكز الثلاثه الاولى والرابع معاهم كمان، والمراكز الهبوط تمام. وانا دايما بحدد 4 انديه لا يزيد عن 4 انديه، بقول 3 منهم هيهبطوا، وبيصدق كلامي تماما الحمد لله احمد ربنا اشكر فضله. في اوقات الثلاثه اللي بحددهم تماما بالظبط، كل ده جاي ان شاء الله باذن الله. فطيب المركز السابع زي ما قلت الاتحاد تمام، السادس سيراميكا او كليوباترا. المركز الثامن المقاولين، وده توقع يعني يعني ده مش بقلل والله من المقاولين يا جماعه، بس هي قدرات، وانا شايف جدا 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 المقاولين اقل من الموسم اللي فات حتى على المستوى الفني كمان. عماد النحاس هيقل، مستواه الفكري كمان والتدريبي زي ما ذكرت واكدت قبل كده، ومدرب متذبذب شويه يعني مش مدرب متواصل في الفكر التدريبي القوي، ودي حاجه مش عيب يعني، هي قدرات وامكانيات، لكن هو بشكل عام مدرب جيد بكل المقاييس وكفء، لكن طبعا مش مدرب الفذ ولا مدرب الرائع يعني. المركز الثامن طلائع الجيش، وناس كتير هتستغرب طلائع الجيش معقول اللي وصل نهائي وعمل؟ يا جماعه تاني بكرر المساله ملهاش علاقه. اولا انا متحفظ جدا جدا بصراحه على كابتن طارق العشري، بقالي يمكن موسمين ثلاثه. كابتن طارق العشري يمكن هو منسجم جدا جدا مع الفرق العسكريه، البيئه نفسها او طبيعه الفريق نفسه واستراتيجيته وامكانياته يعني بتريحه، شيء كويس جميل يعني. وطبعا مدرب متكامل ما ينفعش انه يكون منسجم فقط مع فرق وفرق، لا، لكن بشكل عام هو يعني مستواه متراجع التدريبي بقاله فتره، وكان سابقا مداوي لما اكدت انه مش هينجح مع اكتر من فريق الموسمين اللي فاتوا او ال3 مواسم اللي فاتوا بالتحديد، وصدق كل حرف قلته تماما. فزي ما بقول لكن بشكل عام هو الفريق عامه عمل تعاقدات لكن مش الخرافيه للدرجه، برضه ما اعرفش ليه بنهول قوي الامور. الفريق يعني كقائمه جيده، لكن يعني مش هيعاني زي الموسم اللي فات مثلا، بالذات في بدايته لما كان في ادنى الجدول، لكن لم نفسه في الاخر او لحق نفسه في الاخر. لكن بشكل عام الامور مش بعيده يعني، الموسم اللي فات زي اللي قبله زي اللي قبله في التعاقدات نلاقي الامور متشابهه كتير، نلاقي كقوه الفريق والقائمه متشابهه، مفيش جديد، هي فقط تغيير اسماء او زياده قوه بسيطه او يعني تقليل قوه بسيط، يعني بيدور في نفس النطاق بقاله فتره كبيره جدا، قلتها كتير قوي. رغم الامكانيات، وقلت كتير جدا ان فريق طلائع الجيش بالذات قادر ان هو يكون فريق منافس، يعني اشبه بفريق الجيش الملكي اللي موجود في المغرب، اللي قعد فتره كان من اكبر الفرق الموجوده في المغرب وبينافس على البطولات دايما. ممكن جدا فريق طلائع الجيش يوصل للمرحله دي، لكن برضو للاسف الاستراتيجيه مش ماشيه بشكل امثل، والافراد اللي موجودين بيديروا ملف الكوره مش على المستوى الامثل، خلينا واضحين تماما، قلتها من فتره طويله. تمام. ده الفريق رقم قلت التاسع. الفريق العاشر ام بي، انا شايف ام بي يعني رغم التعاقدات اللي تمت الموسم ده الى حد ما افضل طبعا من الموسم اللي فات، هنجي لها ان شاء الله باذن الله زي ما قلت في حلقه الخرافيه الخاصه بالتعاقدات وتقييم التعاقدات والملف اللاعبين الراحلين والقادمين والمدرب وكله. لكن لا، ام بي مشكلتنا عنده انه ما زال مستمر كابتن حلمي طولان، قلت مدرب جيد وكل حاجه، لكن مدرب مرحله مش مدرب مميز، مش المدرب اللي عنده فكر متجدد. انا شايف اني يعني مدرب يعني قدراته هي بتاعت نص الجدول، مش فريق حتى تنافسي على فكره، فريق نص الجدول. مع العلم اني الموسم اللي فات قلت تاني رغم الاداء الممتاز والنتائج الرائعه في نهايه لكن برضه نلاحظها امتى؟ بعد رجوع المسابقه، نلاحظها في الفتره الضبابيه المتلخبطه العجيبه بعد رجوع المسابقات، اللي اكدت انها مش ابدا مقياس، ابدا مش مقياس، واي حد يعمل عليها مقياس ده فاشل فاشل فاشل، لان المعايير مش فير، وفي امور كتير متلخبطه، وفرق كتير جدا كانت بتعاني من عدم وجود لاعبين. نلاحظ حاجه مهمه جدا يا جماعه الموسم اللي فات بالذات، ان اكتر موسم من فتره طويله، مع موسم لو نتذكر اللي هو كان الدوري المجموعتين اللي كان اظن 2013 تقريبا، الموسمين اكتر موسمين يطلع فيهم لاعبين شباب. نقطة مهمة قوي، ما حدش برضه كالعادة من الجهابزة خد باله منها. ليه؟ لأن بكل بساطة هم أكتر موسمين غصب عنك اضطريت وحط كذا خط تحت الكلمة دي كمدربين، اضطريت تلعب بدول. لو كانت الظروف طبيعية أو ماشية بشكل طبيعي عمر دول ما كانوا خدوا فرص ولا ظهروا للنور أصلا. ليه؟ لأن بكل بساطة أجانب كتير من اللاعبين الأجانب ما قدروش يجوا بسبب حظر الطيران، لاعبين حصل فسخ عقود، لخبطه العقود، واللي حصلت ان اللاعبين مشوا والمسابقه لسه حتى ما استكملتش انتهاء عقد، ودي برضو من الثغرات اللي اتكلمت عنها وقلت خطا فادح، كان لازم يصدر قرار من الاتحاد الدولي بتمديد العقود اوتوماتيك لنهايه الموسم. ايه المشكله في ده؟ شفنا ده ما حصلش، وحصلت لخبطه رهيبه جدا جدا جدا، ولاعبين مشوا بدون اي سبب وفي نص الموسم، وناس حاجات غريبه يعني.
وعشوائيه ولخبطه. لكن زي ما بقول ده اكبر سبب ان الفرق غصب عنها، تاني بكرر، غصب عنها اضطرت الانديه ان هي تلاعب اللاعبين اللي هم من قطاع الشباب، اللي هم العشرينات 21 كلام من ده. فبدا يظهر في كل نادي 3 4 لاعبين. ده السبب الوحيد. نفس اللي حصل بالظبط في، لو نفتكر، دوري مجموعتين لما الفرق كلها سفرت لاعباتها بره، لما كانت النشاط متوقف وفجاه صدر قرار بالنشاط يرجع، فبدا اللاعبين تضطر انها تنزل لاعبين شباب. ولينا في تجربه نادي دجله اللي كان مطلع 16 لعيب من الفريق الاول، والفريق كان هيقع وهيهبط، واضطر انه في الدور الثاني يرجع منهم 7 8. فاكرين كويس قوي اللي حصل. وانبي نفس الموضوع، كذا نادي، والاهلي والزمالك وكذا نادي خرج اللاعبين في الفتره دي، لعبوا في الخليج ولعبوا في اماكن مختلفه. فزي ما بقول ادي نقطه مهمه جدا. يعني دايما حتى الحسنه بنعملها اضطراريا، بنعملها غصب عننا، الشيء الجيد. يعني حاجات والله العظيم بجد، مع العلم ان دي من النقط المهمه جدا اللي انا حطيتها اساسيه في التطوير الكره المصريه بشكل صحيح. بقى سيبنا من الطنطنه والكلام الاعلامي والخطه الخمسينيه والخطه ال 8000 والحاجات اللي بتتعمل دي. ان ازاي ان انت تطور بجد يعني ايه دوري اقوى، او منظومه كرويه اصلا، او منظومه كرويه في الدوله، ازاي تيجي عن طريق تقويه الدوري نفسه. الدوري اللي هو اكبر بطوله واقوى بطوله عندك. نيجي ليه نيجي لي. فانا زي ما قلت حطيت الامر ده ان قائمه لا تزيد عن 30 لاعب، 25 اساسيين وخمسه شباب، ولازم يكونوا في الملعب، لازم ينزلوا، مش يكونوا ضيوف شرف، لازم ياخدوا حد ادنى من المباريات. لا في يعني قلت في افكار خرافيه، الحمد لله، وانتظر كل ده باذن الله على يعني في اسرع وقت ممكن. ده المركز العاشر ام بي. مع طبعا زي ما قلت التخبطات الكبيره جدا في ملف اللاعبين الاجانب اللي انا ذكرته من 5 سنين كامله، كل سنه بيصدق كلامي تماما. تخبطات في عدم استفاده من لاعبين مميزين كتير، مصاريف رهيبه بتدفع. اللي طلع يقول لك تقريبا من فتره، يقول لك انبي مفرخه اللاعبين، وطلع تشهدق رئيس مش عارف قطاع الشباب ولا ايه، ان احنا طلعنا عدد مهول من اللاعبين. يا فرحتي، طب الفلوس بتاعتهم فين؟ فين العائد بتاعهم؟ راح فين يا استاذنا؟ هل انت نافست على بطولات؟ هل انت خدت بطولات؟ هل انت فريق دايما رقم صعب في الثلاثه الاوائل مثلا؟ ده في الدوري المكسح اللي ما فيهوش غير كنديين، ودلوقتي بقوا ثلاثه بينافسوا. يعني ده كلامك بيدينك، كلامك نفسه بيدينك. انت العائد المادي ده راح فين؟ اللي انت بتطلع جيش من اللاعبين الشباب اللي انتشروا في كل الانديه. كان ممكن جدا لو احتفظت بيهم، كان ممكن جدا تكون فريق بطوله ودائم كمان. طيب المركز ال11 سموحه هيتراجع الموسم ده برضه لسببين. احمد سامي انا قلتها واكدتها، مش مقتنع بيه نهائيا، مدير فني لا يصلح لسموحه خالص. برضو يعني قدراته وامكانياته محدوده. في نفس الوقت التدعيمات بقى لها فترات، يعني فتره كبيره متراجعه. محمد فرج عامر مشكلته ان هو للاسف يعني نفس النمط بالظبط كان بتاع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. كان لازم هو دايما اللي يبقى يعني المحطوط، ومعهم برضو رئيس الاتحاد نفس الامر. لازم هم دول اللي يعملوا التعاقدات، هم دول يتصوروا مع اللعيبه، هم دول المسؤولين عن كل تفصيله من الالف للياء، هم اللي يختاروا. ما ينفعش الكلام ده. ابتعد تماما عن ملف الكوره، سيب ملف الكوره في حاله. لان من بعد الفريق التاريخي الرائع اللي كان في 2000 اعتقد 10 2011، الفريق الرائع اللي طلع من طارق حامد وحمودي وابراهيم عبد الخالق وهشام فتح الله، ومجموعه رائعه، وكان اظن العجيزي، وكان مجموعه رائعه جدا في الوقت ده. وطبعا الثلاثي الاجنبي الرائع اللي يمكن يعني مش هيجيبوه تاني، جودوين اترام وصامويل افوم، وكان في لاعب تالت مش متذكر. من بعد الفريق الرائع ده الامر بيتدنى جدا، بيتدنى. وكمان ملف اللاعبين الاجانب برضو من اسوء ما يمكن، من اسوء ما يمكن. كمان الالاف المدربين تخبط رهيب جدا، والمدربين مش على مستوى الامثل. فهذه نقطه مهمه، نقطتين مهمين هم الاساس اللي هيخلي سموحه في المركز ده. يعني انا ما اتفاجئتش ابدا من الاسبوع الاول ان هو تعادل في المباراه الاولى اظن مع المحله، اللي هي يعني معلش ميزانيتها اقل ميزانيه في الانديه دي كلها. يعني انا اسف لما اقول يعني الغلبانه، الفريق الغلبان اللي في وسط المجموعه دي كلها. ولو اني وبقى كده من دلوقتي عندي استراتيجيه لنادي المحله ده تخليه يرجع محله بتاع التسعينات وبتاع الالفينيه. تاني بكرر، عندي استراتيجيه لنادي المحله ده بالتحديد. انا عندي استراتيجيه لكل الانديه الحمد لله، احمد ربنا يشكر فضله، كل الانديه. وقلت الكلام ده قبل كده عن دجله، وصدق كلامي تماما في كل حرف قلته، عن طلائع الجيش، عن انبي، عن بتروجيت، عن مقصه. يا جماعه ده انا يعني مش عارف اقول ايه والله، مش عايز اتكلم كتير. بس المقصه ده قبل انهياره الموسم اللي فات واللي حصل ده، وكان الفريق خلاص على وشك الافلاس. يعني مش عايز اقول يعني انا كنت عامل له المقصه بالتحديد، لان الفريق قلت انا في فرق معينه قلت هي اللي قادره ان هي ترتقي بالكره المصريه في الفتره الحاليه بامكانياتها وقدراتها وتجربتها السابقه. انبي، بتروجيت، المقاصه، للاسف فرق شركات، بس هنعمل ايه؟ او على الاقل مؤقت لحد ما نشوف السر. يعني في برضه استراتيجيه موجوده عندي ازاي نحول الفرق دي لفرق جماهيريه. على فكره
يعني بخطه من اروع ما يمكن، اروع ما يمكن، وفي ظرف سنتين ثلاثه بالكتير، وتستقطب جماهيريه. فالمهم وفرق يعني من النوعيه دي تمام، ثلاث اربع فرق كده، فمنهم المقصه. حزنت جدا من اللي كان بيحصل الموسم اللي فات، فحبيت اتواصل مع حد، يعني يا جماعه نعدل المساله، نعدل البوصله، ونوقف حنفيه الاهدار المالي اللي بتحصل عن جهل طبعا زي ما قلت، وعدم درايه وعدم معرفه. زي ما ذكرت كتير قبل كده ان المساله انا ماليش علاقه بحته يعني ما بتكلمش في حته قصد او عمد او غيره، لا انا بتكلم في حته الجهل او عدم درايه، وده طبعا ده خطا فادح طبعا يساوي العمد يعني. لكن طبعا بيكون بشكل، لاني طبعا اللي قائم على المجال او في المكان ده مش مؤهل، يعني ما عندوش القدرات، وذكرتها كتير جدا. حاولت يعني اصطدمت كالعاده يعني او ليه يعني تعنت قلت خلاص، يعني انا ما انا جاي اساعدكم، انا جاي اساسا عشان اوفر لكم مبالغ خرافيه، جاي عشان احطكم في مكانه مرموقه، مكانه حقيقيه عموما. فزي ما بقول فده المركز ال 11 سموحه. المركز ال 12 انا شايف انه آه، انا شايف فريق زي دجله عمل تعاقدات الموسم ده، طبعا تخرج منه لاعبين كتير. وبستغرب جدا 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 اتنين الاجانب او اتنين العرب، عبد الكبير الوادي و رفيق كهبو، يعني انا مستغرب جدا. لكن جاب اجانب برضو جيدين بكل مقاييس، لكن ليه يعني اساسا مش قادر افهم يعني انت خرجته مميز ولاعبين فعلا اثبتوا نفسهم، طب اللي انت جايبهم يعني طب لسه هيتكيفوا وبتاع، لكن مش عارف بصراحه. لكن انا شايف ان هو مركز ال 12 هيكون دجله. هتكون في يعني برضو على فكرة، يعني بتكلم من ال 12 ده يا جماعة تقريبا بالتحديد لحد فوق، لا في صعوبات، تقارب رهيب، تقارب رهيب بمعنى الكلمة. يعني غير مثلا ما كنت بقول الأول مثلا إيه 18 17 16 15 ممكن لكن لا، أنا بقول دلوقتي من ال 12 ده، تخيلوا من ال 12 ده لا في صعوبات، يعني دول هيبقوا في صعوبات كبيرة بينهم وبين بعض. فال 12 دجلة، ال 13 المقصة، هيكون المقصة، وبرضو لنفس الأسباب اللي قلتها عن سموحة، نفس الأسباب اللي قلتها عن طلائع الجيش، نفس الأمر. إيهاب جلال لا يصلح يا إدارة سموحة. برضو بنشتغل بالتاريخ، بنشتغل بالتراث، بنشتغل نعرف أحسن من اللي ما نعرفوش. كلام من أعجب الأعاجيب. مدير فني آخر ولايته في الولاية الأولى كانت سيئة للغاية، افتكر كويس جدا جدا آخر نص موسم وبالتحديد، أو آخر موسم وبالتحديد آخر نص موسم كان من أسوأ ما يمكن. جه الولايه اللي فاتت دي تاني بكرر كان كورونا، بعد الكورونا الامور ما تتحطش ابدا في التقييم نهائيا، لان هو جه طبعا زي ما عارفين بعد موضوع ايمانويل مونيكي ومشاكل اللي حصلت، جه بعد يناير بعد ما بدات المسابقه مره تانية. فزي ما بقول ايهاب جلال ما مش يعني أنا مدير فني قلت كتير جدا مش على مستوى الامثال ابدا الفتره دي، وكان ليه سبق مداوي لما توقعت تماما ال ال ان هو هيفشل مع نادي الزمالك، ومع العلم ان انا قلت ان هو من البدايه كان اختيار خاطئ تماما، لكن اكدت وقلت الاسباب. قبلها زي ما قلت هنتغر بقى بالشويه الفتره بتاعت كورونا، لا ده عمل نجاحات قبل ما يمشي على طول لو فاكرين بسبب الامور الماديه. يا جماعه قلت يعني واكدتها 500 مره، الظروف كانت مش طبيعيه، الاحداث مش طبيعيه، فرق كتير جدا مفتقده لاعبين مهمين، مش مقياس ابدا. زي ما قلت المقاولين لو ما كانش موضوع كورونا وكانت المسابقه استمرت طبيعي، ما كانش المقاولين خد المركز الرابع. مش تقليل منه، انا بتكلم في تقييم فير على ارض الواقع. كان المقاولين ممكن يبقى خامس سادس، لكن المصري هو اللي كان مرشح جدا يكون الرابع، وشفنا اداؤه عامل ازاي في الفتره دي. كان كورونا بعد كورونا برضه، لكن كان قبلها لو فاكرين كان في لخبطه حاصله، وكان زي ما قلت اللخبطه حاصله برضه في الاداره الفنيه وكلام من ده، ومشاكل حاصله. طيب المركز ال 14 انا توقعي هيكون البنك الاهلي. البنك الاهلي مش زي حد يقول لي هو عمل تعاقدات كتير جدا جدا زي سيراميكا او اللي هو فريق اسمه ايه يا ربي كيلوباترا اف سي. لا الامر مختلف، نوعيه اللاعبين مختلفه، الاداء بشكل عام هيكون مختلف. المدير الفني طبعا انا هيثم شعبان ما اعرفوش، ما شفتوش في دوري درجه تانية، لكن انا شفت محمد يوسف وعارف قدراته وامكانياته. تعاقد لا يصلح بكل المقاييس، يعني ده مش ده المدرب اللي يحمل طموحات وامال فريق عايز يبقى تنافسي حسب ما هم قالوا تنافسي، يعني يشتغل على المركز سادس خامس ممكن، يعني لما تبقى حاجه خرافيه يوصل رابع. اللي هو يكون في اول موسم يكون في منطقه الايه التنافسيه، مش الوسط. الوسط يا جماعه بيكون بعد كده التنافسيه، يعني زي ما قلت رابع خامس سادس. الوسط بقى نقول سابع ثامن تاسع عاشر وهكذا من المنطقه دي تمام، او مثلا من الثامن تاسع عاشر 11 12 في الاربع خمس مراكز دول عموما. فزي ما بقول لا هيكون في مركز في رينج ال 14.
المركز ال 15 انا شايف فريق الجونة هيكون 15 برضو نفس الامر. عدم وجود استراتيجيه للفريق خالص، الفريق متخبط بيشتغل على الاعارات فقط، نريديه في الانديه الكبرى فقط لا غير، ما زال مستمر نفس الطريقه. يمكن السياسه الى حد ما اتغيرت شويه الموسم ده، حتى هيجي ان شاء الله عشان ما اطولش، هيجي الحلقات المهمه جدا خاصه بالتعاقدات. لكن عامه الفريق انا شايف انه ما يزيدش كتير عن فريق الموسم اللي فات، مع صعوبه المسابقه وصعوبه الانديه الموجوده، فهيهبط عن الموسم اللي فات في الدرجه زي ما ذكرت في الترتيب، وهيكون منافس من 12 على ال 18 اللي هم الفرق اللي هتنافس على الهبوط، لكن هحددهم بالظبط يعني. فهو المركز انا شايف ال 15. المركز 16 ودي مفاجاه كبيره جدا، الانتاج الحربي. الانتاج الحربي انا اسف بيحصد تبعات سياسه خاطئه جدا 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 الثلاث اربع خمس سنين اللي فاتوا، وحذرت منها جدا. هي سياسه التعاقدات زي ما ذكرت، وكل موسم تغيير عدد كبير من اللاعبين، وكل موسم يجيب لاعبين مش على المستوى، وكل موسم الفريق بيتدنى مستوى اكتر، بيتدنى الجانب القدرات الفنيه اكتر، بيبتعد اكتر واكتر عن القائمه المهمه او القائمه المناسبه واللي تقدر انها فعلا تشيل فريق زي الانتاج. لا الموضوع صعب جدا. انا لو سالتوني يا جماعه، انا جدا جدا مع دمج فريق الانتاج الحربي مع فريق طلائع الجيش، وتعمل فريق قوي ينافس. ودي اول حاجه قلتها في الاستراتيجيه اللي قلتها عن طلائع الجيش، اللي انا شايف ان في يعني لازم لوجود فريقين زي ما قلت عن بتروجيت وانبي قبل كده لو نتذكر ونفتكر تماما التجربه الرائعه او مش رائعه، التجربه الصحيحه لما اتعملت حاجه كده جزئيه، لما تم ضم اربع او ثلاث اربع لاعبين من اهم اللاعبين في بتروجيت الانبي في احد المواسم لو نتذكر. كان منهم محمد شعبان، وليد سليمان، وكان في اثنين لاعبين تانيين على ما اتذكر كانوا لاعبين مهمين جدا، وكان اربع لاعبين على ما اتذكر، وكان عملوا موسم خرافي، موسم من اروع ممكن باربع لاعبين بس، اربع لاعبين من الفريق الاخر. فما بالكم لو تم ضم الفرقتين، ودي تجربه رائده يعني او تجربه مميزه واتعملت في فرق في دول كتير واثبتت نجاحها. وليها مميزات كبيره جدا جدا جدا، فانا جدا مع النقطه دي. الانتاج الحربي انا شايف انه هيكون موقف صعب جدا جدا الموسم ده. كابتن مختار ظلم نفسه باستمرار، ظلم نفسه بوجوده في ظل الفريق الاستراتيجيه الحاليه. الفريق عنده تخبطات، عنده مشاكل كبيره بكل المقاييس واهمها جانب فني. يعني انا شايف الموضوع صعب قوي قوي قوي، وانا اتوقع حتى كابتن مختار مش هيكمل الموسم ده على فكره. المركز 15. مركز 16 توقعي هيكون انا فاضل لي كده المحله قلت لا ده 16 كده، 16 انا اسف كده يبقى 16، يبقى الانتاج هيكون 16. اتلخبطت انا اسف. فاضل لي اسوان فاضل لي المحله. اسوان مركز 17، رغم ان ناس كتير شافت ان هو عمل مستوى رائع في اول اسبوع وتم الاثناء عليه جدا، ومعاه مدير فني انا يعني مش شايفه مدير فني رائع، مش شايفه مدير فني، انا شايفه جيد اقصى بغض النظر عن المستوى في اول مباراه. لكن يعني انا مش شايف انه يعني طبعا يمكن الميزانيه برده مش عاليه، لكن عمل تعاقدات خرافيه كتير قوي قوي، اكتر فريق يمكن في الدوري كله. ده غير قائمه كامله يا جماعه تقريبا حوالي 26 لاعب. ايه ده، ايه الجنان ده؟ نفس اللي قلته كتير جدا قبل كده على الاخطاء الفادحه اللي بتحصل. يعني طب سؤال، انت بعت لاعبين، الناس تقول لك النواحي الماديه، طب ما انت بعت لاعبين بعتهم بكام؟ طب جبت لاعبين 26 لاعب، ما جبتهم بكام برضه؟ يعني سبحان الله هتلاقي الامور متقاربه جدا، يبقى ايه فايدتها اصلا؟ حاجه غريبه يعني. اللاعبين عايزه تمشي، طب احترامي كام لاعب راح انديه كبيره، كام لاعب منهم راح انديه كبيره، كام ده لو انت اوكي فريق نزلت درجه تانية نقول ماشي مقبوله، لكن انت لسه في الدرجه الاولى في الممتاز، يبقى لا مفيش هنا مبرر للاعب يمشي الا لما يكون هيروح لفريق من الفرق الكبيره او الفرق القمه. كريم الطيب راح، اللي انا متحافظ يعني مش شايف اللاعب الرائع للدرجه، لاعب جيد اوكي، ما لفتش نظر قوي لدرجه مش اللاعب الخرافي، لكن راح نادي بيراميدز اهو اعاره للجونه سبحان الله. وانا ضد تماما السياسه السيئه جدا دي، وكلمت عنها قبل كده، قلت انها يعني شيء انا ضده تماما. حكايه التكويش على اللاعبين عن طريق الثغره السيئه جدا دي، انت تجيب اللاعبين وتعيرهم عشان تحتفظ بيهم فقط وتكوش عليهم، ايه ده؟ اللاعب يا يجي يلعب يا اما خلاص، يعني تلغي تماما سياسه الاعارات دي، انا شايفها سياسه سيئه للغايه او تتقنن بطريقه معينه. طيب عموما في اسوان شايفه هيكون مركز 17 برده، كمان حظه انه او نصيبه انه جاي في موسم صعب جدا 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 زي الموسم ده، في الامور صعبه قوي. فشايفه هيكون مركز 17. المحله مركز 18، وانا يعني مشفق عليها جدا، وطبعا برضو مع العلم انها تعادلت مع سموحه في المباراه الاولى، عملت مباراه جيده جدا، لكن نفس القصه، وطبعا معاها مدير فني واحد من الافضل بكل مقاييس، خالد عيد.
لكن ظروف يعني مش هتسمح ابدا، والامور الماديه مش هتسمح، وتدعيمات في يناير برضو مش هتسمح، الامور هتكون بشكل صعب. وتاني بكرر، من ال 12 ل 18 امور متقاربه جدا يا جماعه. لكن الثلاثه الاخرى اللي انا متوقع جدا، او الاربعه اللي انا متوقع جدا ثلاثه منهم هيهبطوا، هيكون الجونه، الانتاج الحربي، المحله واسوان. دول الاربعه يعني عليهم الثلاثه منهم هيهبطوا. عموما ده كل حاجه في حلقه النهارده. حلقه سريعه جدا، يعني هي مش سريعه، هي قعدت اكتر من ساعه وشويه، فانا بعتذر التطويل، لكن مهمه جدا جدا ومرجع مهم قوي قوي ان شاء الله نحتاجه بعد كده. ان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله، وانتظروا حلقه هتكون في اميزنج ميديا باذن الله في اقرب وقت. لكن هي خلاص هيتم تسجيلها ان شاء الله وتنزيلها في الجماهير عشان اثبات سبق يوم 16 ديسمبر، بعد انتهاء المباراة الأولى لكل الفرق فقط لا غير. إن شاء الله حلقات خرافية في ملف 2020 الدوري المصري، وانتظروني بإذن الله في حلقات خرافية وإعجازية كالعادة بإذن الله في الأخطبوط، وأشوفكم على خير.